قبل ما نبدأ السيناريو بتاعنا عايز أقول لكم إن راجع لكم بقصة خيالية جامدة جدا وعالمية، شوية أكشن وإثارة هندية مية مية، وعلشان كده بطلب من حضراتكم تفضلوا معانا لنهاية السيناريو لأنها هتبقى بجد خرافية. فيلم هندي جديد إنتاج 2025. وقبل ما نبدأ فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لأن ده أهم حاجة عندنا، ويلا بينا نبدأ. والسيناريو بيبدأ بواحد اسمه سمير وبيكون قاعد مع حبيبته مدهو وبيحاول يقنعها تحكي له اللي مضايقها، بس هي بتفضل تقول له مفيش حاجة وإن دي مشكلة خاصة بيها، وبتتخانق معاه لأنه بيفضل يزن عليها. وسمير بيعتذر لها وبيعرفها إنه بس قلقان عليها وعايز يساعدها. بعد كده بالليل بيكون سمير مش قادر يبطل تفكير في اللي حصل وبيرن على مدهو علشان يطمن عليها، بس هي بتتخانق منه وبتقول له أنا زهقت. وأثناء المكالمة بتكون محضرة حبل وبتنتحر قدام عينه وهو بيحاول يلحقها لكن من غير فايدة وبتكون ماتت. وبنروح بقى لمشهد مع مجموعة من الضباط وبيكونوا بيتدربوا على ضرب النار، وبيكون في ضابط من ضمنهم جامد جدا وبيضرب كل الطلقات في مكانها بالظبط. فبيجي القائد بتاعه بيقول له انت مستقبلك في المواجهة هيكون جامد يا فيكرانت، بس فيكرانت بيقول له ان ضد المواجهة ومش بيفضل يستخدم السلاح. فصاحبه بيقول له ايوه يا عم من قدك، انت تقدر تخلص على اي حد بطلقة من دول. بس فيكرانت بيقول له انا مش محتاج سلاح لان انا لوحدي سلاح. بعد كده بيروح بطلنا يحضر اخر محاضرة في مسيرته التعليمية بما انه هيتخرج وهيبقى ضابط قد الدنيا. بعدين بيروحوا الطلاب علشان يقولوا القسم، ومن هنا بتبدأ قصة بطلنا فيكرانت اللي بنعرف انه شخص جامد جدا في كل حاجة وبيكون مؤدب وصاحب اخلاق وجدعنة، واهم حاجة عنده بر الوالدين. وطبعا ده غير وسامته وقوته. وفي يوم بيكون بيعدي الطريق واشارة المرور واقفة، بس في بنت بتكون هتخبطه بالعربية فبيروح لها وبيقول لها انت مش شايفة العلامة الحمراء اللي هناك دي؟ انت كده عديت الخط. بس البنت بتقول له المفروض في اشارة صفراء بتظهر قبل ما اقف لكن هي مش موجودة. فبيسأل فيكرانت ضابط المرور اللي واقف معاه وبيعرف منه ان الاشاره لسه بتتصلح. وقتها بيعتذر فيكرانت للبنت وبيعرفها انهم بيصلحوا الاشاره وهي بتاخد بعضها وبتمشي، بس فيكرانت بيكون شكله كده عجبه الشجاعه بتاعتها. المهم بعد كده بيروح فيكرانت لاسم الشرطه وبيقابل الرئيس اللي هيتدرب تحت ايده، وبيكون واضح انه رئيس مغرور شويه. وبيقول لفيكرانت انت جاي في وقت كويس جدا لان ماسك قضيه قتل وسرقه وعايز اشوف شطارتك. بعد كده بيروح بطلنا على موقع الجريمه وبيقعد يبحث وبيدور على اي ادله تكون مفيده، وبيكون حديد بتاع عجل العربيه وباقي سجاير. فالرئيس بيقول له انت مفكر دي حاجات مهمه؟ انت لسه صغير وداخل بحماس فكل حاجه قدامك هتبقى دليل. بس فيكرانت بيقول له اي حاجه في مسرح الجريمه لازم ناخدها في عين الاعتبار لحد ما يثبت انها دليل او لا. بعد كده بالليل بيكون في حفله صغيره بحضور القاضي وبيكون في اشخاص مهمين، والرئيس بيطلب من فيكرانت يروح هو مع القاضي. فبيدخل فيكرانت للقاعه وبيلاقي ان في عرض مسرحي، بس العرض بيكون للبنت اللي عمل معاها لقطه الصبح. ولما بيدخل القاعه بيشوفها وهي بترقص وواضح ان بطلنا واقع جامد وبيقعد يصورها وهي بترقص. ولما بتخلص بيلاحظ ان العقد بتاعها وقع فبيطلع المسرح وبياخده. بعدين بيروح وراها الكواليس وبيديها العقد وهي بتفتكره وبتشكره. بعدين بيجي ابوها وبينادى عليها وبنعرف ان اسمها ارتي وبياخدها وبيمشي. وبعد فتره بيوصل فيكرانت المكانه عاليه في شغله لدرجه ان وزير الداخليه بيديله المسدس بتاعه هديه وبيعلي رتبته في الشرطه. فبيروح فيكرانت يحتفل مع امه وهي بتكون مبسوطه وبتساله على مكان تعيينه وبتكون خايفه انه يكون اتنقل بعيد، بس بيعرفها انه اتعين في البلد هنا ومش هيسيبها. بعدين امه بتاخده علشان يحتفلوا سوا، واثناء وهم بياكلوا بتساله مش ناوي تتجوز ولا ايه، بس هو بيهرب منها وبيقول لها انا مش فاضي للكلام ده. بس هي بتقول له عيب عليك انا اخصائيه نفسيه وافهمك في ثانيه. فهو بيعرفها ان في بنت هو شافها بس لسه ما يعرفش عنها حاجه، ولما يجي الوقت المناسب هيخليها تتعرف عليها. وتاني يوم بيروح فيكرانت الشغل، بس المره دي بيكون هو الرئيس على الرئيس بتاعه، وطبعا الرئيس بتاعه بيكون متضايق بس مش هيقدر يتكلم دلوقتي. بعدين بيطلع فيكرانت سلاحه وبيحطه في الخزنه. فرئيسه اللي بقى المساعد بتاعه دلوقتي واللي بيكون اسمه برشوم بيساله انت ليه بتشيل السلاح في الخزنه؟ ففيكرانت بيعرفه انه مش محتاجه. بعدين بيسال على قضيه القتل والسرقه وبرشوم بيعرفه ان مفيش اي جديد. ففيكرانت بيطلب منه يجمع كل الناس اللي عندهم سجل اجرامي في البلد. فبرشوم بيقول له حتى عضو البرلمان. وقتها بيتضايق فيكرانت وبيقول له انا قلت مفيش حد استثناء. وبعد شويه بيكون فيكرانت في البيت بس بتجيله مكالمه من برشوم لان عضو البرلمان هو ورجالته وصلوا لمركز الشرطه، وده لما عرفوا اللي حصل. ولما برشوم بيرن على فيكرانت عضو البرلمان بياخد الموبايل وبيقول لفيكرانت انه موجود في مركز الشرطه وبيهدده انه مش هيخليه يعتب مركز الشرطه ده تاني. بس فيكرانت مش بيهتم وبيروح على مركز الشرطه، واول ما بيوصل بيلاقي رجاله عضو البرلمان واقفين قصاده بس هو مش بيهتم برضه وبيقوم معاهم بالواجب. بعدين بيدخل المركز وبيقفل البوابه وراه علشان محدش يخرج. بعد كده بيبدا يكسر ويهبد ويخبط
بيخبط في اي حد يقرب منه، وبيطلع شخصيه البلطجي اللي جواه بعد ما كان مؤدب ومحترم. وطبعا لما عضو البرلمان بيشوف اللي بيحصل بيخاف وبيدخل المركز، بس بطلنا بيروح وراه وبيطلب من الضباط يقبضوا على كل الرجاله اللي بره. بعدين بيقول له عضو البرلمان انا جبتك هنا علشان بنتابع سجل اجرامي مش اكتر، ولو اتعاملت معايا كعضو برلمان كنت هتعامل معاك بالبروتوكول. وبيطلب منه يمشي، وطبعا دي اهانه لعضو البرلمان، فبيطلع يتصل بالوزير وبيطلب منه يتصرف وينقل فيكرانت او يطرده من مركز الشرطه. بس الوزير بيقول له ما ينفعش لانه لسه متعين جديد، وبيطلب منه يبعد عنه لحد ما الدنيا تهدى. بعد كده بالليل بيدخل فيكرانت على امه وبتكون بتكلم واحد من مرضاها واللي هو سمير، ولما بتقفل معاه فيكرانت بيقول لها مفيش حد بيكلم مريض لحد دلوقتي، بس هي بتعرفه ان حياه المرضى ملهاش وقت ولازم انها تبقى موجوده معاهم على طول. وبتعرفه قصه سمير وان شاف حبيبته مدهو وهي بتنتحر قدامه وهو حاسس بالذنب من وقتها، لكن المشكله ان شايف انه مش هو السبب الوحيد في موت مدهو لان هو هاكر شاطر، ولما اخترق موبايلها شاف رساله غريبه عليه وشاكك ان الرساله دي لها علاقه بموتها. فبيطلب فيكرانت من امه انه يقابل سمير وهي بتوافق. وفي اليوم اللي بعده بتكون ام فيكرانت في المستشفى وسمير معاها وبيحكي لها اللي بيحصل معاه والكوابيس اللي بتجيله، بس هي بتحاول تقنعه ان دي اوهام وان المفروض يدور على شغل جديد يلهيه، وده من التفكير اللي هو فيه. وبعدين وهما بيتكلموا بيدخل فيكرانت وامه بتعرفهم ببعض وبتسيبهم لوحدهم. وفيكرانت بيقول لسمير ان امه حكت له كل حاجه وهو عايز يسمع منه يمكن يقدر يساعده. وسمير بيعرفه انه هاكر شاطر، وفي الفتره الاخيره لما حس ان مدهو فيها حاجه غلط قرر يخترق موبايلها من خوفه عليها، وبيشوف رساله اتبعتت لها من رقم غريب بتقول انها لو عايزه تعيش حياتها صح تنفذ اللي بيتقال لها وبس. وبعدين الرساله دي بتختفي، وبسبب الرساله بتبدا المشاكل بين سمير ومدهو لحد ما بتنتحر. وبسبب الرساله دي سمير هكر تليفون مدهو تاني ومسح كل حاجه بسبب زعله عليها. ولما فيكرانت بيعرف اللي حصل بيطلب من سمير يجي يشتغل معاه، منها يغير تفكيره وفي نفس الوقت يساعده، وسمير على طول بيوافق. بعدين بطلنا بياخده معاه لمركز الشرطه وبيعرف الضباط انه هيشتغل معاهم من النهارده، بس برشوم بيستثقل سمير. وقتها سمير بيطلع موبايله وبيخترق موبايل برشوم في ثواني وبيقول له على كل حاجه في موبايله. ساعتها برشوم بيخاف وبيطلب منه يبطل فضايح. بعد كده بيرجع فيكرانت تاني وبيطلب من سمير انه يخترق موبايلات كل الاشخاص اللي عليهم جرائم بما فيهم عضو البرلمان ويعرفه بكل حاجه عن الناس دي. وبتمر الايام وسمير بيدي تقارير عن كل واحد لفيكرانت. وفي يوم بيروح فيكرانت يقابل واحده صاحبته واللي بتكون اسمها فيديا، وبنعرف انها كانت معاه في الكليه وهو قابلها علشان يبارك لها على الوظيفه اللي اتقبلت فيها. بس فيديا بتقول له ايه التهنئه الناشفه دي، انت تعرف انا تعبت قد ايه وكلمت اكتر من شخص ودفعت رشاوى قد ايه علشان اتقبل في الوظيفه دي. وفيكرانت بيسيبها ترغي وبيطلع هديه وبيديها لها، فهي على طول بتسكت لما بتشوف الدبدوب اللي كان نفسها فيه وبتساله انت لسه فاكر الدبدوب ده؟ انا كنت عايزاه من ايام الكليه وانت ساعتها ما رضيتش تجيبهولي. بس هو بيعرفها ما كانش فيه مناسبه علشان يجيبه. وبنكتشف ان فيديا اعترفت لفيكرانت بحبها بس هو رفضها علشان هم اصحاب، وهي اقتنعت بكلامه ومن بعدها استمرت صداقتهم. بعد كده هم بيتكلموا بيجي حبيب فيديا وبيتعرفوا على بعض، بس فيكرانت بيسيبهم وبيمشي لما بتجيله مكالمه وبيعرف ان في نائب اسمه سورش قتل واحد من اعدائه والدنيا مقلوبه عنده. ولما بيوصل فيكرانت البيت الراجل اللي اتقتل واللي بيكون اسمه جيري بيلاقي الصحافه في كل مكان، ولما بيدخل يشوف الجثه بتكون مقتوله بطريقه غريبه. فبيسال برشوم مين اللي سرب المعلومات للصحافه، بس برشوم بيعرفه ان المعلومات وصلت لهم متاخر لان جيري في البيت لوحده والجيران هم اللي لاحظوا النائب سورش ورجالته في المنطقه. ولما بيركز فيكرانت مع الجثه بيقول ان سوري مش هو السبب في موت جيري وانهم محتاجين دليل علشان يثبتوا ان سورش هو القاتل. بعد كده بيطلع فيكرانت علشان يمشي بس الصحافه بتوقفه وبيسالوه اذا كان النائب سورش اللي عملها، بس هو بيقول لهم لو ما عندكمش دليل يبقى ما قتلهوش، وكل الكلام اللي بتقولوه ده ملوش لازمه وبيسيبهم وبيمشي. بعدين بيرجع بطلنا لمركز الشرطه وبيبدا يشرح القضيه للضباط وان سورش كان في المنطقه علشان يزور حد من قرايبه واللي بيكون في المستشفى. وبنعرف ان سمير كان مراقب النائب ده من فتره وعارف كل خطواته، علشان كده فيكرانت متاكد ان مش هو القاتل وبيعرفهم ان دي عمليه قتل متسلسل لان طريقه القتل موحده واللي بتكون باستخدام الحديد بتاع العجل اللي كان برشوم في الاول بيتريق على فيكرانت علشان اخد الحديده كدليل في اول قضيه ليه. ومش بس كده، ده كمان بيحطوا على الحديد بتاع العجل ماده سامه لان الحديد ده مش مميت وان دي طريقه معروفه بقتل الحيوانات في الغابه. وبيعرفهم انه شاف برضه في اول قضيه بواقي سيجاره، بس الغريب ان السيجاره دي نادرا لما بتدخل البلد وان مفيش غير عصابه واحده بتستخدمها واللي بتكون اسمها اوديشيا. بس المشكله ان مفيش اي دليل يثبت انهم بيسرقوا او يقتلوا، لكن في حاجه واحده تقدر توصلهم ليهم وهي انهم بيعملوا هجوم بعد كل
نص شهر وبيكون خلال ظهور القمر وبيسرقوا الذهب، وإن فرصتهم الشهر اللي جاي علشان يقبضوا عليهم. بس في قضية جيري العصابة ما سرقتش حاجة، لأنهم ما كانوش يتوقعوا إن جيري معاه سلاح، ولما ضرب عليهم هربوا بسرعة وما لحقوش يسرقوا حاجة. علشان كده لازم يركزوا الفترة اللي جاية علشان يمنعوا أي عملية سرقة تحصل تاني، وبيطلب من الضباط يجمعوا كل المعلومات عن تجار الذهب المزيفين. وفعلا بيبدأ الضباط يجمعوا التجار وبيلاقوا واحد عنده كمية ذهب ضخمة، فبيمسكوه وفيكرانت بيستجوبه وبيعرف منه إن في ناس بتجيب له الذهب مسروق وهو بيخليه عنده، وده لحد ما هم بيطلبوه منه وبياخد نسبته. ففيكرانت بيطلب منه أسماء الناس اللي بيبيعوا له الذهب، بس التاجر بيقول له إنه ما يعرفش ولا أسمائهم ولا أماكنهم، لأن كل مرة بيقابلوه في مكان مختلف. فبيطلب بطلنا من الضابط يحطه في الحجز، وبياخدوا الذهب وبيوزعوه على كل الناس اللي ذهبها مسروق، لكن بيتبقى عقد مش بيكون معروف بتاع مين. ولما برشوم بيديه البطلنا بيعرف إن ده نفس العقد بتاع أرتي اللي وقع منها على المسرح وهو اداهولها، فبياخده وبيروح على بيتها هو وبرشوم. بس لما بيدخلوا وبيحكوا لأبوها كل اللي حصل، أبو أرتي بيقول إنه ما يعرفش حاجة ومفيش حاجة اتسرقت منهم. بس فيكرانت بيلاحظ إن في حاجة غلط، ولما بيشوف أرتي بيكون شكلها خايف من حاجة، ولما بيسألها عن العقد بتاعها بتقول له إنها سلفته لقريبتنا. ولما بيروح بيته بيلاقي أبو أرتي مستنيه وبيقول له إن العقد بتاعهم، فبيسأله فيكرانت إيه اللي حصل، وأبو أرتي بيعرفه إن هو كان مهندس في العلاقات العامة، ومراته كانت بتشتغل في الرأس التقليدي، وحياته مع مراته وبنته كانت طبيعية ومليانة بالحب. وفي يوم أبو أرتي بيفتح لمراته مدرسة الرأس اللي كانت بتحلم بيها، وبتمر الأيام وحياتهم كويسة. وفي يوم بيعرض على بنته صورة شاب علشان تتجوزه، بس هي بترفض علشان هي عايزة تتجوز عن حب زي أبوها وأمها، مش جواز صالونات. وهم بيتقبلوا رغبتها وحياتهم بتستمر عادي، وأرتي بتتعلم الرقص مع أمها وبتساعدها. بس بيجي اليوم اللي بيتدمر حياتهم لما بتقوم أرتي من العشاء علشان عندها مقابلة شغل أونلاين، وأبوها بيسمع جرس الباب، ولما بيفتح بيكونوا مجموعة أشخاص وبيدخلوا يضربوه وبيربطوه. ولما مراته بتشوف اللي حصل بيضربوها وبيغمى عليها. وفي الوقت ده بتكون أرتي في ملكوت تاني، بس لما بتحس بالعطش بتنزل وبتشوف اللي حصل وبتحاول تساعد أهلها، بس العصابة دي بيضربوها وبيعتدوا عليها كمان. ومن بعدها بقى بيخافوا كلهم يخرجوا من البيت، وأرتي بتسيب شغلها، وبقت علاقة الأسرة ببعضهم مش أحسن حاجة. وفي يوم أرتي مش بتتحمل كل ده وبتنتحر، وده بيخلي أرتي تنهار وتدخل في حالة اكتئاب، وكل ده بسبب خوفهم إنهم يبلغوا الشرطة علشان ما يتفضحوش. وطبعا فيكرانت لما بيسمع اللي حصل بيتعصب وبيتضايق، وأمه بتقترح إنها تروح وتتكلم مع أرتي بما إنها أخصائية نفسية، وهو بيوافق. وفي اليوم اللي بعده بيروح فيكرانت وأمه لبيت أرتي، وأمه بتقعد تتكلم معاها وبتطلب منها إنها تحكي لها كل اللي جواها. ولما بتحس إنها مستعدة تحكي اللي حصل بيجي فيكرانت علشان يعرف اللي حصل ويفتح القضية، وهي بتحكي نفس اللي أبوها قاله، بس بتقول إنها لما بتفوق بتشوف واحد من العصابة فبتمسك إزازة وبتضربها عليه، فبيروح وبيفضل يضربها في بطنها لحد ما بيغمى عليها تاني. بعد كده بيروح بطلنا لاسم الشرطة وبيطلب من سمير يجيب له كل لقطات الكاميرات اللي حوالين البيت، وبيقدروا يوصلوا العربية اللي كان فيها العصابة وبيجيبوا رقمها بعد صعوبة، لأنهم بيكتشفوا إن العصابة بتغير أرقام العربية في كل مهمة علشان ما يتمسكوش. بعدين بيقول فيكرانت إن فاضل على العملية اللي جاية 3 أيام وهم لازم يتحركوا بسرعة، وبيطلب من الضباط يعملوا كمين في كل مكان وأي حد يحسوه إن منهم يقبضوا عليه من غير تفكير. وطبعا بعدها بكام ساعة كل ده بيتنفذ والشرطة بتبقى موجودة في كل مكان. ولما بيمر يومين وبيجي اليوم الموعود بتكون الحراسة مشددة في كل مكان، وبيكون مع كل ضابط جهاز تتبع علشان لو شاف العربية بتاع العصابة يسيبها تعدي ويحط عليها الجهاز. بعد كده بالليل بيرن واحد من ضباط الكمين على فيكرانت وبيعرفوا إن في عربية لسه معدية وهو حط عليها جهاز التتبع، وبيعرفوا إن العربية دخلت المدينة. فبيروح بطلنا بسرعة بعربيته ورا اللوكيشن، وأول ما بيوصل العصابة بتشوفه وبيحاولوا يهربوا، لكن بطلنا بيقوم معاهم بالواجب وبيكسرهم وبيخلي باقي الضباط يقبضوا عليهم. بس بنعرف إن فيكرانت مش هدفه إنه يقبض على العصابة بس، لا ده كمان بيدور على الشخص اللي ضرب أرتي، ولما بيمسكه بيفضل يضرب فيه حتى الضباط مش بيقدروا يوقفوه. وفي اليوم اللي بعده بينتشر الخبر في الأخبار، لأن مهمة الضابط إنه يقبض على المجرمين مش يكسرهم، وده ضد حقوق الإنسان. وفي الوقت ده بيكون بطلنا في طريقه للمستشفى اللي فيها العصابة، لأنه بيعرف من جيري إنهم استعادوا وعيهم. ولما بيوصل بيلاقي الصحافة في كل مكان وبيسألوه على اللي عمله، فبيعرفهم إن في ضباط كتير اتصابوا وما بيقبضوا على المجرمين، لكن انتوا بتركزوا على حقوق المجرمين بس، وبيسيبهم وبيدخل المستشفى. ولما بيوصل المكان اللي فيه عصابة اوديشيا بيسألهم إذا كان هم اللي اعتدوا على أرتي، بس كلهم بيقولوا إنهم بيسرقوا الذهب علشان يعملوا بيه تماثيل الآلهة بتاعتهم، ولو قتلوا فبيقتلوا علشان يقدموا الروح كقرابين. والولد اللي ضرب أرتي بيقول إنهم لما دخلوا البيت ولقوا كل حاجة فيها متدمرة هو شافها، بس العود الذهب كان على الأرض، ولما جه ياخده أرتي وقفت قدامه فاضطر يضربها حاجة بسيطة علشان ما تشوفهوش، لكن هم مستحيل يعملوا كده في أي بنت لأن دي مش من عادات بلدهم. وقتها بيحس فيكرانت إنهم مش بيكذبوا، وبيسأل جيري إذا كان فات
بيفتش موبايلها، وجيري بيعرفه ان على موبايلها مفيش اي حاجه تخص قضيه رام ابو ارتي. بعد كده بيرجع فيكرانت للبيت وبيحكي لامه اللي حصل، بس بيشوف في الاخبار ان في صحفي واقف قدام بيت ارتي وبيصورهم عافيه، فبيروح بسرعه لاسم الشرطه وبيسال مين اللي سرب المعلومات، بس جيري بيعرفه ان مفيش حد سرب المعلومات وان الاشخاص اللي اعتدوا على ارتي جم واعترفوا بنفسهم. فبيدخل فيكرانت بسرعه علشان يشوفهم وبيتفاجئ انهم مجرد عيال، وبيعرف ان مش هم اللي عملوا كده وان في حد باعتهم. وفي اليوم اللي بعده بنتفاجئ ان الاخبار كلها مقلوبه على فيكرانت لانه قتل الاشخاص اللي سلموا نفسهم وهم مجرد اطفال، وان ده ضد حقوق الانسان ولازم يتحاسب. فبيروح فيكرانت لاسم الشرطه علشان اللجنه التأديبيه بتاعته، ومش بيهتم بالصحافه اللي حواليه، لكن قبل ما يدخل اللجنه بيطلع موبايل من تحت هدومه وبيكلم فيديا، وهي بتعرفه ان الشركه اللي هي بتشتغل فيها لقت فيها ملفات غريبه وبعتتها ليه، وبتطلب منه يخلي باله من نفسه. ولما بتقفل معاه بيخبي الموبايل وبيدخل للجنه التأديبيه، وبيفضلوا يهزقوا فيه لانه شايف نفسه على الاخر. ولما لقى مكانته بتعلى بقى مش بيهمه حد، لدرجه انه قتل شويه اطفال وبيطلبوا منه تفسير للي حصل. فتعالى نرجع فلاش باك من كام يوم لما راح فيكرانت وشاف العيال اللي سلموا نفسهم، بس هو عارف ان مش هم اللي اعتدوا على ارتي، فبيهربهم وبيخبيهم عنده وبيتعامل معاهم باحترام، وده علشان يعترفوا ان مش هم اللي عملوا كده. بس امه بتعرفه ان العيال بريئه، وواضح ان العيال دي حد محفظهم الكلام اللي هيقولوه. فبيروح فيكرانت وبيقعد معاهم وبيقول لهم انا هربتكم علشان عارف انكم مظلومين وعايز اساعدكم، وبيقعد يقول لهم كلام يخوفهم. وقتها العيال بيخافوا، وبيعترف واحد منهم ان في واحد اسمه بهاي ومعروف في السوق اللي هم بيشتغلوا فيه، لكن محدش شافه قبل كده ولا يعرف شكله لحد النهارده. وفي يوم بيجي المساعد بتاع بهاي وبيطلب من العيال دول يعترفوا انهم اللي اعتدوا على ارتي، مقابل انهم ياخدوا المحل اللي هم بيشتغلوا فيه ويبقى بتاعهم وملكهم. بس العيال بيخافوا. وقتها المساعد بيقنعهم انهم مقاصر وهيدخلوا السجن سنه ويطلعوا يكملوا شغلهم عادي. ولما بيوافقوا بيروح المساعد لصاحب المحل وبيطرده من المحل وبيدي المفاتيح للعيال. ولما بيعرف فيكرانت الحكايه بيقول لهم يعني انتوا وافقتوا تاخدوا محل ملككم لكن سيرتكم في السوق تبقى وحشه طول حياتكم. وقتها العيال بيندموا على اللي عملوه. بعدين بيطلب فيكرانت من جيري انه يروح السوق ويجيب معلومات عن مساعد بهاي. فبيروح جيري وبيمثل على واحد من البياعين، وده علشان يعرف منه مكان مساعد بهاي. والبياع بيعرفه ان بهاي محدش يعرف مكانه، وفي ناس بتقول انه في دبي وناس بتقول انه هنا، بس المساعد بتاعه معروف ان بتاع نسوان وكل يوم مع واحده شكله. وبيعرفهم ان السوق اللي هناك ده لسه باعت له بنت. فبيروحوا الظباط وبيلبسوا واحد منهم بنت وبيركب مع نفس السواق وبيبعت لفيكرانت اللوكيشن. ولما بيوصل فيكرانت وقتها مساعد بهاي بيحس بحاجه غريبه وبيهرب، بس بطلنا بيقدر يمسكه وبيعمل معاه الصح وزياده حبتين. بس مساعد بهاي مش بيسكت وبيدافع عن نفسه، لكن فيكرانت بينزل فيه ضرب وهبد وبيمسك اي حاجه حواليه وبيضربه بيها. بس فجاه بيلاقي رجاله بهاي كلهم حواليه وبيمسكوه علشان يضربوه، لكن على مين؟ بطلنا بيقوم بجيش لوحده وبيفضل يخبط ويرزع في اي حد يمسكه. ولما بيخلص عليهم كلهم بيمسك مساعد بهاي وبيساله على مكانه. ولما بيعرف مش بيستنى وبيروح عنده، بس لما بيوصل مش بيلاقيه وبيلاقي رجالته ميتين. وقتها بيقلق وبيروح البيت اللي فيه العيال اللي هربهم، ولما بيوصل بيلاقيهم كلهم ميتين ومش بيلحق يعمل لهم حاجه. وبيلاقي الصحافه قدامه وبيصوروه وبيقولوا ان هو اللي قتل العيال، وواضح قوي ان كل ده متخطط له. وبنرجع بقى للحاضر لما بيخلص فيكرانت حاكي للحكام، واللي بيكونوا مش مصدقينه وشايفين انه بيألف قصه من دماغه لان معهوش اي دليل، وبيصدروا امر انه ممنوع يخرج من البلد لحد ما ياخدوا قرار بشأن وظيفته. بس هو بيلاحظ حاجه غريبه في موبايله، ولما بيطلع بيسأل جيري عملت ايه، وفيكرانت بيعرفه ان محدش هنا هينفع، وواضح ان الموضوع ده داخل فيه كبارات البلد. بعدين بيروح لسمير وبيطلب منه يكشف على موبايله، وبنكتشف ان موبايل فيكرانت وجيري متهكرين، وسمير بيعرفهم ان الموبايلات متهكره من 15 يوم، والشخص اللي مهكرهم على مستوى عالي ومش هيقدر يخترقه، لكن يقدر يمنعه انه يتجسس على موبايلاتهم. بس فيكرانت بيقول له ما تعملش كده، احنا عايزين اللي بيراقبنا ما يعرفش ان احنا عارفين، وبيطلب منهم يستخدموا موبايلات جديده. بعدين بيطلب من جيري يجيب له كل معلومات عن بهاي وبيرن عليها علشان يعرفها اللي حصل، وهي بتروح تدي الموبايلات الجديده لارت وابوها وبتعرفهم ان ده لاسباب امنيه. بعد كده بيقعدوا كلهم يتعشوا مع بعض، وبيحاول فيكرانت يفرح ارتي وبيعرفها ان الموضوع عادي. ولما بيمشي هو وامه بتقعد ارت لوحدها وبتفتكر اليوم اللي ابوها عرض عليها شخص علشان تتجوزه، وبنكتشف ان دي كانت صوره فيكرانت. ولما شافها اول مره عند اشاره المرور بدات تعجب بيه، وبقت كل مره بتشوفه بتحكي لاهلها اللي حصل وانها تفضل تراقبه من بعيد لحد ما تتاكد انه شخص كويس زي ابوها. بعدين بتطلع صورته وبتقعد تتخيل انه جه يتقدم لها واتجوزه وحياتهم بقت جميله وكلها حب وسعاده، لكن في النهايه ده مجرد تخيل. وفجاه بتفتكر اللي حصل لها يوم الحادثه فبتترعب وبتقعد تعيط. وفي اليوم اللي بعده بيكون بطلنا في اسم الشرطه وبيشوف اذا كان في اي جديد في القضيه، وبيعرف انهم قدروا يوصلوا ل3 شرائع وكانوا موجودين في مسرح الجريمه، ودول اللي لسه شغالين لغايه دلوقتي، وان
وان من ضمن الشرايح في واحده تخص استاذ كيمياء في الجامعه. بعدين بيعرض جيري كل الاشخاص اللي ليهم علاقه بالقضيه، بس لما بطلنا بيشوف صوره شخص معين بيروح يتصل بفيديا وهي بتقول له انا كنت لسه هكلمك، وبتعرفه ان رئيس الشركه بتاعتها متورط في حاجه تبع شركات تانية، وبتعرفه اسماء الشركات دي ومن ضمنهم شركه اسمها HNG، وبتعرفه كمان انها راحت لبيت مدهو واللي بتكون حبيبه سمير وفتشت شنطتها ولقت طرد يخص ارتي. فبيستغرب فيكرانت لان مالها تعرف ارتي منين، فبيروح بطلنا لارتي وبيسالها اذا كانت تعرف مدهو، فبتقول له ايوه دي كانت معايا في الجامعه بس اكبر مني وتعرفنا على بعض وعلاقتنا كانت عاديه، بس في يوم طلبت منها تحضر معايا مقابله صغيره في الشغل بتاعها وارتي وافقت. ولما بتوصل وبيشوفها رئيس مدهو في الشغل ارتي بتعجبه وبيعرض عليها تشتغل معاه، بس هي بترفض. فبيعرض عليها تشتغل مع ابنه وبيخليها تكلم ابنه فيديو كول، بس مدهو بتغمز لها علشان ترفض وارتي بتفضل ترفض وهم بيتحايلوا عليها. ومن بعدها بطلت تتكلم مع مدهو، ولما كانت بتحاول تكلمها ارتي ما كانتش بترد عليها، ومن بعدها ما سمعتش عنها حاجه. ساعتها فيكرانت بيعرفها انها انتحرت وارتي بتزعل عليها. بعدين بيعرفها دي بعتت لك طرد قبل ما تموت. فبيطلعوا قدام الباب وبيشوف الجوابات وبتلاقي واحد من مدهو جواه فلاشه، فبياخدوها وبيدخلوا يفتحوها وبتكون عباره عن فيديو لمدهو وبتقول انا كنت زيك نفسي ابقى موظفه مثاليه وكنت بشتغل بكل قوتي. وفي يوم رئيس الشغل بتاعي بيعمل مؤتمر بيشكر فيه كل الموظفين على تعبهم، وبيقول ان اللي هيكمل الشغل مكانه هو ابنه في لابها. ولما بيدخل في لابها بيقول كلمتين شكر للموظفين. بعدين بيعلن مين افضل موظف في الشركه وبتكون مدهو، وطبعا هي بتتفاجئ لكن بتكون فرحانه وبتفضل تستمر في شغلها. وفي يوم في لابها بيطلب منها تروح لعميل وتقنعه بشغلهم وده علشان يمضي العقد مع شركتهم، وهي بتوافق وبتروح للعميل ده، بس بتلاحظ انه بيعمل حاجات غريبه وبيحاول يلمسها. فبتطلع وبترن على فلابها وبتعرفه ان العميل ده مش كويس، فبيسالها بسخريه ليه هو اتحرش بيكي وايه المشكله يعني، المهم ان العقد يتمضي. وبيهددها لو العقد ما خلصش في ربع ساعه ابوها هيكون مطرود من شغله. فبتضطر مدهو انها توافق على طلباته وبتسيب العميل يعتدي عليها. ومن بعدها شغلها بيكبر والموظفين بيشوفوا انجازها، بس هي مش بتكون شايفه غير الذل. بعدين بتروح لفلابها وبتقدم استقالتها، بس هو بيرفض وبيوريها فيديو ليها مع العميل وبيهددها وهي مش بتقدر تتكلم وبتفضل مكمله في الشغل. بعدين بيقول لها تعالي نلف بالعربيه شويه وبيكتشف انه بياخدها لمكان وبيعمل عليها حفله هو واصحابه بيصوروها، وهي كانت بتسكت علشان تحمي ابوها. وبعد فتره بدات تشوفه بيعمل كل ده مع كل الموظفين البنات وبيبتزهم واحده ورا الثانيه ومش بتكون قادره تتكلم. وفي يوم بتكون في الحفله اللي كانت بترقص فيها ارتي، ولما القاضي بيشوف ارتي بتعجبه ففلابها بيكون عايز يخلص الموضوع علشان شغله يمشي، بس لما بيعرف ان مدهو صاحبه ارتي بيعجبه الموضوع اكتر وبيجبرها تخلي ارتي تيجي الشركه. بس طبعا لما ارتي بترفض بيحس ان شغله هيبوظ وبيكلم مدهو بيقول لها لو حاولت تحمي صاحبتك سمير حبيبك هو اللي هيتاذي. ساعتها مدهو مش بتتحمل وبتقرر تنتحر وبتعتذر لارتي على اللي حصل لها في الشركه وبتطلب منها تخلي بالها من نفسها. وللاسف ارتي شافت الفيديو ده متاخر قوي، وطبعا لما ابطالنا بيشوفوا الفيديو ده بيتصدموا وارتي بتزعل انها ظلمت مدهو. بعد كده بيروح فيكرانت يقابل فيديا وبيديها موبايل غير بتاعها علشان لو متراقب، وبيطلب منها تقدم في الشركه دي وتمثل انها شاطره جدا وموافقه تعمل اي حاجه كمان، وبيكون عايزها كبش فدا علشان يوقع في لابها وشركته. وطبعا فيديا بتوافق. وبعد كام يوم بتيجي فيديا وبتعرف بطلنا بالاخبار اللي وصلت لها وبتعرفه ان الشغل ماشي كويس، لكن البنات بيكون واضح عليهم انهم متوترين او خايفين من حاجه. ساعتها بيبدا بطلنا يربط الاحداث ببعضها وانه استاذ الكيمياء اللي شافه في الصور وكل الناس اللي معاه دول بيشتغلوا مع فلابها وابوه علشان بيوفروا لهم المتعه وكل اللي هم عايزينه. ولما بيجيب كل المعلومات عن القضيه بيروح لارتو بيعرفها ان بسبب رفضها العرض فلابها هو خسر عملاء كتير، علشان كده اتهجموا على البيت بنفس اسلوب عصابه اوديشيا. وفي الوقت ده بترن فيديا على فيكرانت وبتعرفه ان الشركه منحوها وسام افضل موظفه، فبطلنا بيطلب منها تجيب بصمات في لابها وتحاول تتجسس على اللابتوب بتاعه علشان تجيب كل الفيديوهات بتاعه البنات اللي بتزهم. وفي اليوم اللي بعده بيروح بطلنا للجنه التاديبيه وبيطلبوا منه يسلم موبايله لانهم اكتشفوا ان كل الفريق بتاعه بيساعده، فبيقول لهم ريحوا نفسكم مش هتعرفوا انا بعمل ايه، وبيسيب موبايله وبيمشي. بس بتطلع وراه واحده من الحكام وبتقول له واضح ان رتبتك خلتك تتغرف نفسك حتى مش عايز تعترف بغلطتك. بس بطلنا بيقول لها لو حد من عيلتك كان مكان الضحيه كان هياخد الموضوع بطريقه شخصيه، وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده بتكون فيديا لسه بتراقب في لابها، واول ما بيطلع من مكتبه بتدخل وبتفتح اللابتوب بتاعه وبتبدا تبعت كل الفيديوهات لموبايلها بسرعه. بعدين بتطلع وبتكون هتخرج من الشركه بس بتقابل فلابها وبيعرض عليها تروح معاه علشان يتفسحوا سوا وهي بتوافق، بس هما في الطريق بترمي الموبايل بتاعها علشان ما يكشفش اللي عملته. وبعد شويه بيوصلوا المكان وبيكون نفس المكان اللي خطف فيه كل البنات وهي بتكون متوتره لكن بتتعامل عادي. بس الغريب انه بيسالها انت مين وهي بتستغرب من سؤاله، بس بتتفاجئ لما بتعرف انه شافها وهي بتتجسس عليه واخدت بصماته، وبيسالها انت بعت الصور دي لمين، بس هي مش بترضى ترد عليه. وفي الوقت ده بيكون بطلنا بيحاول يرن عليها لكن مش بترد وبيعرف انها في مشكله، وبيخلي سمير يشوف الكاميرات من اول ما خرجت من الشركه مع فلابها بس مش بيوصل لحاجه.
حاجة، فبيخلي سمير يحاول يخترق موبايلها بس الموبايلات مش معاها. ساعتها بيفتكر بطلنا الدبدوب اللي اداهولها هدية لأنه بيكون في جهاز تتبع، وبيخلي سمير يكتب الرقم السري وبيعرف مكانها وبيروح على هناك بسرعة. وبنرجع بقى لفيديا اللي بتلاقي رجالة فلابها بيمسكوها وبيربطوها، وبيفضل يسألها مين اللي باعتها وبيضربها بس هي مش بترد عليه. ولما بيسيبها وبيطلع بتحاول تفك نفسها لكن مش بتعرف، بس بتفتكر شنطتها وبتوقع الحاجات اللي فيها وبتطلع الدبدوب، وبنكتشف ان جواه سكينة فبتفك نفسها. ولما بيدخلوا رجالة فلابها بتضربهم وبتهرب، واول ما بتنزل بتلاقي عربية فيكرانت ومعاه ارتي، فبتدخل العربية وبطلنا بينزل وبيدي الفيديا الموبايل وده علشان تصور اللي هيحصل، وبيضرب فلابها ورجالته وبيقوم معاهم بالصح والمظبوط. بس فلابها بيقدر يهرب منه وبيرن على ابوه علشان يساعده، بس بطلنا بيروح وراه. وفلابها بيوصل لنائب البرلمان، واول ما بيشوفوا النائب بيقول له ما تقلقش ابوك كلمني وانا هساعدك. بس فجأة بيجي بطلنا وبينزل من العربية علشان ياخد فلابها، وبنكتشف ان النائب بيساعد فيكرانت وبيسلمه فلابها، بس هو بيحاول يهرب تاني لكن بطلنا برضه مش بيسيبه وبيروح وراه وبيفضل يضرب ويهبد ويرزع فيه لحد لما مش بيقدر يقوم نهائي. ولما بتيجي فيديا وارتي بيروح لارتو وبيديها المسدس بتاعه وده علشان تنتقم منه، وهي مش بتتوصى وبتخلص كل الطلقات على فلابها. بعدها الاخبار بتتقلب على فلابها وابوه وانهم اعتدوا على ضابط شرطه وارت قتلته دفاع عن النفس، وبيطلعوا بطلنا بريء من كل التهم اللي كانت عليه. وهنا بينتهي فيلمنا، ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا بس مش نهايه ملخصاتنا اكيد. ولو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش دعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.